مركز زفتة الغربية لنبحث عن حقيقة ما أشيع حول تصنيع الفول ومن إضافة بعض المواد المسرطنة، وندخل الآن لأحد أصحاب المطاعم حيث أنه يمارس عمله صباحا. السلام عليكم. احنا موقع نبض مصر الإخباري. عايزين نبحث عن حقيقة هل مصنعين الفول بيحطوا مواد مسرطنة فعلا عشان سرعة التسوية، ولا انتوا بتصنعوه ازاي؟ عايزين نعرف الحقيقة ايه عشان نقدر نبحث عن صحة المواطن، وهل بالفعل ديت اشاعات، مجرد اشاعات مغرضة لقفل باب الرزق، ولا دي حقيقة فعلا عشان نقدر نوجه؟ لا دي مش حقيقة طبعا. هو اسم حضرتك ايه؟ اسمي ناجي محمد حبيب. انت دي شغلتك طبعا يا استاذ ناجي؟ طبعا دي شغلتنا اللي بناكل منها عيش وبنربي منها اولادنا. طب حضرتك عايزين نقول للرأي العام، انت بتصنع الفول ازاي من بداية ما بتشتريه لغاية ما بتطلعه للمستهلك؟ احنا بنشتري الفول حضرتك وبنجيبه هنا بيتدبق ويتغسل ويتنضف وكله تمام، ونحط معيارنا في القدرة ونظبطه بالمية ونعلق عليه النار. تمام. يفضل النار شغال عليه طول الليل لحد ما يستوي خالص، بس كل شغلته بالنار. ده كله انت ما بتحطش اي مواد خالص؟ اي حاجة على الفول. تمام. كل شغله بعد السوى. تحط بقى زيت الحار بتاعك، تحط شطتك، تحط حاجتك، بتظبط الزبون الطبق وهو نازل. ده في خلال عملية التسوية؟ لا، في عملية التسوية النار اللي بتسوي. النار بس، نار ومية بس؟ نار ومية بس. طيب انت بتفضل معلق عليه كام ساعة يعني؟ بتعلق عليه زي 6 ساعات 7 ساعات. 6 ساعات 7 ساعات. طبعا بيستهلك منك غاز كتير والكلام ده. طول الليل النار اللي متعلقة عليه. طيب يعني انت ازاي بتتعامل مع المستهلك، خاصة ان اسعار الغاز غالية؟ طبعا بتعامل معاه على طريق، مش على طريق التموين اللي انا ليها انبوبة واحدة. تمام. يعني انت بترفع سعر الكلام ده غصب عنك طبعا. بتوصل 20 و25 اوقات. طيب احنا كنا الاول مثلا الفول كان احسن كحباية مثلا او كمنتج، تمام، ولا دلوقتي ولا ايه؟ الفول الاول كان احسن. كان احسن. دلوقتي الفول الواحد بيتعب فيه بصراحة. انما الاول كان الفول جاي نظيف وابيض بحباية كبيرة، يعني الفلاح اللي بيزرعه. دلوقتي تمام. كله تعبان. طب ايه عيوب الفول الحالي بالنسبه ليك في التسويه عن الاول؟ الحبايه تحس ان هي ما فيهاش روح كده. حبايه ناشفه، عايزه تنبل بدري، عايزه تغيب في الميه، عايزه شغل كتير قوي على ما الواحد يطلعها بالدرجه اللي الزبون عايزها. انما الاول كنت انت بتغمض عينك وتنام كده، الحبايه عايزه تاكل لوحدها. انما دلوقتي مفيش. كان الافضل الاول يعني. الاول افضل. طب هو سوء حاله حبايه الفول يعني بدأ من امتى؟ بدأ من 3 4 سنين. من 3 4 سنين، لكن قبل كده، قبل الفتره ديت كان ايه؟ هل ممكن ترجع ده مثلا لان احنا كنا بنزرعه مثلا وبنركز فيه، فعشان كده كان بيبقى منتج من عندنا ما بنستوردوش مثلا او كده؟ طبعا بترجع الفلاح المصري طبعا، وسوق التخزين، ويبقى في سوق تخزين دلوقتي للفول، وفي سوق بيجي لك الفول يعني كده على طول، يعني شكاره. طيب نرجع لموضوعنا. انت هل مثلا يكون مثلا حضرتك مثلا بتصنع الفول باسلوب كويس، في غيرك مثلا شفته او سمعت عنه ان هو بيحط ماده معينه لسرعه التسويه او لفتح اللون او؟ لا ما اظنش ان الناس المصريين ما يعملوش كده طبعا. في اخواتنا احنا بناكل اخواتنا وناكل اهالينا، وانا باكل وابني بياكل واخويا بياكل، كلنا بناكل من الفول وبناكل من الطعميه. ما اظنش ان انا احط ماده زي ديت ان انا اضر اخويا او اضر مسلم او اضر نصارى. ما اظنش ان انا اعمل كده، او اي واحد من المصريين يعمل كده. ما تظنش؟ لا ما اظنش. ولا حضرتك ما عندكش اصلا فكره عن الموضوع؟ لا عندي فكره طبعا. انا اشتغلت في كذا مطعم بره وهنا لحد ما ربنا كرمني وفتحت مشروع لنفسي، بس ما اظنش ده ما بيحصلش تماما. يعني عندك فكره كصنعه كامله، تمام، ان انت ازاي بتصنع الفول بقالك سنين؟ مش لسه اليومين دولت يعني. هل بتعتبر مثلا ان ده مشروع هو ده دخلك الرئيسي، تمام؟ اشاعه زي كده او كلام زي كده هيأثر عليك ازاي؟ هيأثر عليا طبعا. الزبون هيجي طبعا هيخاف ان يحط ماده على الفول بتضرنا او بتضر اي حد، او ممكن يجيب لي مرض مسرطن زي ده. مشكله. طيب هل انت زعلان ان موقع نبض مصر بيسألك الاسئله ديت في وقت عملك او كده، ولا متحرج؟ في اي وقت وانا جاهز في اي وقت اي اسئله. واي واحد صاحب مطعم او صاحب مشروع طبعا جاهز للاسئله دي، لان هو عارف هو بيعمل ايه، وعارف الصناعه دي مبنيه على ايه. يعني مبنيه على اكل وعلى شرب وعلى نظافه، ومبنيه على كل حاجه. يعني حضرتك تظن ان ممكن اللي ما يرضاش يصور مع اي صحفي في موضوع زي كده ممكن يكون خايف ان هو
ان يكون بيحط حاجه غلط فمش عايز يقولها؟ مفيش حاجه غلط، مفيش حاجه غلط، ولا اي صنايعي ممكن يعمل كده. احنا شاكرين لحضرتك من موقع نبض مصر الاخباري، مراسل اسامه سرحان وعلاء عكر. تحت أمرك.